السادة رؤساء المصالح اللامركزة، في البداية أود أن أشكر المجلس الإقليمي على إدراجه هذه النقطة اللي بطبيعة الحال كانت موضوع مناقشات على مستوى مختلف الجامعة الترابية بالإقليم اللي انخرطت في هذا البرنامج هذا بواحد الشكل إرادي ولا مشروط، ولا بد من تحديد السياق العام لهذه النقطة هذه. فالجميع يعلم بأنه بناء على الكلمات السامية لسيدنا نصر الله بمناسبة الخطاب ديال 10 يوليوز 2025 وكذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، سيدنا أعطى الكلمات السامية ديالو على إعداد واحد البرنامج ديال التنمية الترابية المندمج اللي الهدف ديالو هو جعل جميع المناطق خاصة المناطق النائية، وسيدنا نصر الله ركز على المناطق ديال الجبل والواحات والساحل وكذلك المناطق أو المراكز القروية الصاعدة باش تستافد على غرار باقي المكونات والأقاليم والجهات ديال المملكة، بحيث أن المغرب تحت الريادة السامية سيدنا نصر الله خلال 20 سنة عرف واحد مجموعة ديال المشاريع كبرى ومهيكلة بوأت المغرب أن يصبح من بين الدول الصاعدة. وهذا أن عدد المشاريع لا من ناحية الكم ولا من ناحية الكيف يشهد بها الخبراء والمتتبعين الأجانب وفي الخارج أكثر من هنا في الداخل، بأنه الجميع يجهد بهذه الجهود وهذا الزخم ديال هذه المشاريع والتأثير ديالها على بلادنا. الحمد لله كيف تنعرفوا أن المغرب أصبح واحد القنطرة أساسية ما بين إفريقيا وباقي العالم وباقي قارات والعالم، وذلك بفضل السياسة الرشيدة الحكيمة ديال سيدنا نصر الله. فالمغرب أصبح عنده موانئ كبرى تضاهي الموانئ الدولية، بل في المراتب الأولى من بين الموانئ الدولية. نذكر الميناء ديال طنجة المتوسط والمينائين الآن قريب الشهور إن شاء الله في العمل بهم، اللي هو ميناء الناظور والميناء ديال الداخلة. عندنا طرق السيارة، عندنا المناطق الصناعية الكبرى، عندنا واحد الصناعة ديال السيارات، والآن دخلنا للصناعة ديال الطائرات وإلى آخره. إذا هذو مشاريع كبيرة اللي كان عندها واحد الوقع كبير على الجهات بصفة عامة، ولكن كاين بعض المناطق اللي بقات بعيدة على الاستفادة من هذا الواقع. لذلك فالتعليمات السامية لسيدنا الرئيس هو أنه من خلال البرنامج ديال التنمية المجالية المندمجة أن هذه المناطق هذه خصها تستافد. وحنا الآن في إطار إعداد البرنامج ديال الإقليم بصفة خاصة، وكذلك إعداد البرنامج الجهوي اللي تيهم الجهة ديالنا باش نكونوا عند حسن ظن سيدنا الله ينصرو والتعليمات السامية ديالو أنه المغرب يجب أن يسير بسرعة واحدة، وكذلك أن هذه البرامج يجب أن تكون من الجيل الجديد لا علاقة لها مع البرامج السابقة. وهنا إعداد هذا البرنامج هذا تبين لنا بأننا عندنا مؤشرات تساعدنا، لا من ناحية التعليم، لا من ناحية الصحة، لا من ناحية الربط بالماء والكهرباء، لا من ناحية ديال فك العزلة الرقمية، لا من ناحية ديال البنيات التحتية. وحنا قلنا بأنه لا بد باش السياسات العمومية ديال الجامعات الترابية خصوصا على المستوى ديال الإقليم بما فيها الجهة والمجلس الإقليمي والجامعة الترابية باش تمشي دابا نحو هذا المسار ديال البرامج ديال الجيل الجديد. وهذه الاتفاقية هذه بأنه تجي استجابة وانخراطا في التعليمات السامية لسيدنا الرئيس، هو أنه من المؤشرات اللي احنا عندنا على المستوى ديال الصحة أنه عندنا طبيب ل 24,000 نسمة،
على المستوى الوطني طبيب الكلى 16000 سنه، 16000 نسمه، وحنا تنطوقوا باش يكون عندنا رقم واحد، نشوفوا في 8 ولا 9 ديال الطباخ خلال هاد 3 سنين اللي جايه، وفي نهايه البرنامج اللي ديال التنميه المجاليه المندمجه اللي بدا في 2026 وغادي ينتهي في 2034، نكونوا متحسنين بدرجه كبيره، وتكون واحد التغطيه فعلا معقوله بالنسبه للساكنه. حنا الى غايه هذا الاجل هذا ما خصناش نبقاو مكتوفي الايدي، لذلك جات هذه المبادره اللي بطبيعه الحال لعبتوا فيها السيد الرئيس وكذلك السيدات والساده الاعضاء والساده الرؤساء والجماعات بصفه عامه وبدون استثناء، لعبوا دور كبير جدا باش لدار النور. قلنا بانه نبداو حنا كاين البرنامج اللي غادي نقدموه وغادي نترافعوا عليه، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم الامكانيات ديالو بالسهر ديال الجميع وبالمقاربه الجديده ديال التدبير ديال هذا البرنامج تمكننا من تحقيق ديال الاهداف ديالو. ولكن الى حين ذلك حنا خصنا كذلك تكون عندنا واحد الاراده ونعطيو اشارات باننا استوعبنا البرنامج وباننا استوعبنا الاهداف ديال هذا البرنامج. وكانت هذه من اولى الاشارات اللي تعطات هي انه تكون واحد التغطيه اللي ما غاديش تكون تغطيه 100%، ولكن نسبيا. عندنا الجهه بذله واحد المجهود كبير فيما مع الجمعيه ديال البحر الصالح، كاينه اتفاقيه في هذا الباب هذا، ولكن هذه الاتفاقيه يلاه تتمكن كل اقليم من الاقاليم الخمسه التابعه للجهه من 5 ديال الاطباء ما حليناش المشكل، عندنا خصص كبير. لذلك قلنا بانه باش ندعموا هذه المساله هذه ونمشيو في التوجه هذا نديروا هذه الاتفاقيه اللي فيها المبادره وفيها كافه الجماعات الترابيه والمجلس الاقليمي اللي تقريبا واحد 8 مليون ديال الدرهم، 8 مليون ديال الدرهم فاصله جوج فاصله 4 8 مليون درهم فاصله 4 اللي غادي تمكننا باش تكون عندنا واحد التغطيه معقوله للتراب ديال الاقليم. فكل جماعه غادي يكون عندها الحق في هذه الحصه هذه. لذلك مشينا على اساس ان مع السيد المدير الجهوي للصحه والسيد المدير الاقليمي للصحه على اساس اننا قسمنا الاقليم لمجموعه ديال المناطق، كل منطقه غادي تنشوف واحد المركز اللي يقدر يغطي لنا باقي الجامعات. مثلا حيت كنهضروا على الجامعات الجبليه، عندنا المركز مثلا ديال اغباله ولا تيزي نسلي، وغادي اللي يكون فيه طبيب، ونفرقوا لي زانفيرمي على بوتفرده على الدور اللي كاينين تما مهمين، تيمغراف اللي بعيد الى اخره، ويكون ذاك الطبيب هو المنسق، وانه بطاقه التوصل ولا الضروره غادي هو ينتقل لتمايا. كذلك بالنسبه لباقي الجامعات، وبهذا الشكل هكا غادي نكونوا نسبيا عاوننا الامكانيات وعززنا الامكانيات اللي متاحه، وتنقولها راه غير كافيه لان الاطر الطبيه خصوصا تلقاو مشاكل كبيره باش ندخلوهم في هذه العمليه هذه. اذا هذا هو الفكره ديال هذه الاتفاقيه هذه، والاتفاقيه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نسهروا على التنزيل ديالها بواحد الشكل سليم. جميع الجامعات غادي تستافد وعلى قدر بطبيعه الحال في حدود الامكانيات اللي تتيحها هذه الاتفاقيه، واللي غادي تعزز، لان ما غاديش تبدا من الصفر. عندنا بعدا امكانيات اللي هي ديال وزاره الصحه، هذه امكانيات اضافيه اللي غادي ترفع نسبيا من المستوى ديال التغطيه الطبيه بالنسبه للساكنه ديال هذا الاقليم اللي حقيقه يستاهلوا كل خير. وحنايا كي السيد الرئيس طرح دابا السؤال ديالو والسنه الى اخره، حنا في الاتفاقيه لان قابله للجديد، قابله للجديد باش نمشيو بواحد الشكل متواتر، حتى الا كاين شي تعديل في التقييم ديال نهايه التنفيذ ديال هذه الاتفاقيه خلال السنه نحاولوا نعالجوه باش نطوروا من الاداء ديالنا في هذا القطاع هذا اللي